ازيكم حبايبي؟ النهارده بقى جايبه لكم فيديو تحفه قوي. شايفين الكوفيه دي؟ الكوفيه دي احنا مش عاملينها لا بإبر كروشيه ولا بإبر تريكو، عملتها بالصوابع كده، بالاصابع. يعني اللي ما بيعرفش يمسك لا إبرة كروشيه ولا إبرة تريكو النهارده هيعمل الكوفيه الروعه دي. تحفه بجد، هتعجبكم. يلا نشوف الفيديو مع بعض. عايزه اقول لكم كمان ان هي ما اخدتش نص ساعه وعملتها، وطولها 2 متر و10. طبعا هقول لكم كل التفاصيل وبتتعمل ازاي. يلا نشوف الفيديو مع بعض. اسهل طريقة بقى واسرع طريقة للكوفية بدون ابرة وبدون ابرة كروشيه بدون ابرة تريكو، هتعملوها بجد في دقايق، في 30 دقيقة بالظبط هتكون خلصت. الكوفية هنا طولها 2 متر و10. استخدمت فيها خيط سميك زي ما انتوا هتشوفوه ده دلوقتي اهو. ممكن حتى تاخدوا الفيديو وتوروه للراجل بتاع الخيط وهو يجيب لكم زيه بالظبط. بنعمل اول عقدة زي ما انتوا شايفينها كده، اول حلقة، وبعد كده بدخل بقى الخيط من الحلقة الاولانية دي واطلعه. يعني لو نتابع الفيديو نعمل بالظبط هتطلع سهلة، يعني مش صعبة. بدخل الخيط من الحلقة واطلعه، ادخل الخيط من الحلقة واطلعه لغاية ما اعمل عندي هنا 7 حلقات زي ما انتوا شايفينها كده. هنيجي نعدهم مع بعض هنلاقيهم 7 حلقات. بعد كده ببتدي بقى اخد الخيط في اول حلقة كده وبسيبها، تاني حلقة بدخلها وبحاول بقى بصابعي كده ادخل الخيوط. لو هي احس ان هي الحلقات هتقع مني بدخلها في الصوابع بتاعتي زي ما انتوا شايفين. ببتدي اطلع، ادخل الخيط واطلع من الحلقة، ادخل الخيط واطلع من الحلقة لغاية ما يتكون عندي السبعة. هو اتأكد انهم 7 علشان ما تكونش واحدة وقعت مني ولا حاجة. بعد كده السطر اللي بعده نفس الفكرة برضو، بحاول احط هنا عندي برضو الحلقات على صبعي علشان ما تقعش. طبعا الفيديو شارح بقى الطريقة سهلة وبسيطة خالص. بنكرر بقى كله، مفيش اي تغيير لغاية ما بنوصل بقى للطول اللي احنا عايزينه. لو وصلتوا الفيديو لغاية دلوقتي ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو لو عجبكم. وطبعا دي حاجة سهلة يعني للناس اللي مش بتعرف تمسك الإبر، احنا بنشجعهم برضو، دي خطوة مبدئية. وياريت برضو تتابعوني على القناة، يعني انا بقدم بطريقة سهلة وشرح مبسط اللي حابب برضو يتعلم الكروشيه او التريكو. هنقعد بقى نكمل لغاية ما نخلص الشلة الاولانية. هوريكم برضو ازاي بنربط الشلة التانية، يعني هي اخدت مني شلتين، فطبعا لازم نوصل الشلة التانية عشان نكمل بقية الشغل. بدخل من حلقات وبطلع بالشكل ده ونكمل بقى لغاية الاخر. خلصت الشلة الاولى، هبتدي بقى ايه. الشلة الاولى عملت برضو شوية حلوين يعني. بعد كده بقى بربط الشلة، الطرف الشلة التانية في اول حلقة بالشكل ده. وطبعا بإبرة التنظيف بعد كده بندخلهم وسط الخيوط، يعني مش بنسيبها كده. وببتدي اشتغل برضو نفس الفكرة اللي انا قلتلكوا عليها. بدخل من الخيط من وسط الحلقة وبطلع بيه، تبقى عاملة شبه السلسلة كده او شبه الغرزة اللي بنستخدمها برضو في التريكو او في الكروشيه برضو، يعني بتدي نفس الشكل بس هي اقرب في الشكل هنا للتريكو.
طريقتها سهلة وبسيطة خالص، ومجرد بس ايديكي تاخد انها تمسك الخيط، واهم حاجة بس الغرز ما تقعش. يعني انا لو انتوا شايفين ان انا بدخل صوابعي كده جواها علشان الغرز ما تقعش مني وتبقى متعبة مني. طريقة سهلة وبسيطة خالص. هكمل بقى لغاية الاخر خالص، وهنعمل الكورة بتاعة اللي هي البامب. هو تقريبا الكوفية وصلت معايا ل2 متر و10، او ممكن كمان 15. بتتلف على الرقبة مرتين، وممكن كمان لو انتوا عايزينها قصيرة، يعني اللفة تبقى قصيرة، ممكن تتلف علي 3 مرات زي ما انتوا شايفينها طويلة. بعد كده بقى هنبتدي نضم الجزء الغرز كده كلها. هجيب عندي ابرة، لو عندنا الابرة السميكة اللي بنقدر ندخل فيها الخيوط التخينة اللي هي ابرة التنظيف. هدخل الاول الخيط في الحلقات كده عشان طبعا ما تنسلش او ما تفكش مني، وبعدين بضمهم. بثبت الخيط ده بقى بدخله في ابرة التنظيف زي ما انتوا شايفين كده. وهجهز بقى الكورة البامب. بعد ما ثبتناه كده هبتدي بقى الف على 3 صوابع. هلف حوالي 25 لفة، او لو عندك خيوط كتيرة ممكن تزودي. لو انت حابة الكورة تبقى كبيرة ممكن تلفي اكتر من 25، ممكن 30. هاخد فتلة بقى، نسلت فتلة من اللي موجودة، وهربط عندي هنا اللفات اللي انا عملتها 25 لفة كده من النص بالظبط، واربطهم حلو قوي واتأكد انهم مربوطين كويس مرتين كده 3، واقفل عليهم. هجيب بعد كده المقص وبقص عندي الطرف ده والطرف ده. دي طريقة كورة البامب، وببتدي اسويها بقى بالمقص. هو كان عندي طبعا الخيط يدوبك قضى بالظبط، فكم ممكن ان انتوا تكبروا الكور لو انتوا عندكم خيط اكتر. الحقيقة الشلل دي كانت عندي يعني، فقلت اعملها كوفية. وببتدي بقى اثبتها زي ما انتوا شايفين بإبرة بقى، بثبتها بالإبرة العادية وخيط عادي خالص. وممكن بقى تلفيها على رقبتك مرتين او 3. جميلة وطلع تحفة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وياريت لو حابين تتعلموا برضو ياريت تشتركوا في القناة. باي.